الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم، اهلا بكم. كل عام وحضراتكم بخير. طبعا كلنا بنستقبل عيد الاضحى المبارك بتكبيرات العيد ثم التضحيه، وبعد كده بياتي دور امهاتنا واخواتنا في المطبخ لاعداد كل ما لذ وطاب من لحم الاضحيه. وعلشان حضرتك تستمتع بالعيد وتاكل زي ما انت عايز بدون مشاكل صحيه، تعالوا نسلط الضوء على عده نقاط نتبعها نظرا لسلامه حضرتك. تعالوا الاول نعرف اثر زياده تناول اللحوم دي على الصحه، علشان نعرف احنا عاملين الفيديو ده ليه، وكمان نهتم بالتعليمات اللي فيه. طبعا كلنا عارفين ان تناول اللحوم بيساعد في بناء الجسم والعضلات وزيادة المناعة، وكمان بيساعد في العمليات الحيوية للجسم كله، الا ان كل شيء اذا زاد عن حده قلب ضده. لذلك تناول اللحوم خصوصا في فترة عيد الاضحى المبارك ممكن تؤدي الى مشاكل صحية. تعالوا نتعرف على البعض منها. طبعا ممكن تؤدي الى اضطرابات في الجهاز الهضمي، وكمان تؤدي الى حدوث انتفاخ، وكذلك امراض القلب والاوعيه الدمويه زي ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم، نظرا لما تحتويه اللحوم عموما ولحم الضأن خاصه من احماض دهنيه مشبعه. وكمان تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم، علشان كده بنحذر من تناولها بكميات كبيره بالنسبه لمرضى القلب والسكر وكمان مرضى الكبد، حتى لا تشكل عبء كبير عليهم. وكمان الزياده في اكل اللحوم ممكن يؤدي لتكوين حصوات، وكمان مرض النقرس المعروف بمرض الملوك، ده بيكون نتيجة لزيادة تناول اللحوم. علشان كده تعالوا نتعرف على شوية نصايح وتعليمات نتبعها خلال عيد الأضحى المبارك أو عموما عند أكل اللحمة، علشان نستمتع بالعيد وكمان نمر منه بدون مشاكل صحية. أولا تناول كميات متوسطة من اللحوم يوميا. ثانيا سلطة الخضروات. طبعا يفضل ان احنا ناكل خضروات بجانب اللحوم، نظرا لان الخضروات تحتوي على الالياف دي بتساعد في عملية الهضم، وكمان البقدونس ليه اهمية كبيرة جدا في عملية امتصاص الدهون. ثالثا ازالة الدهون من اللحمة قبل الطهي، وكمان يفضل ان احنا ناكل لحمة مسلوقة او مشوية، ولكن عملية الشوي دي ما بين الفائدة والتحذير هنتكلم عنها. رابعا المياه. طبعا تناول المياه بكميات مناسبة يوميا ده بيساعد في وقاية الجسم من السموم، وكمان بيدي حضرتك احساس بالشبع فيقلل من كمية اللحوم المأكولة. خامسا المشروبات الغازية. طبعا كتير من الناس بيتناول المشروبات الغازية بعد اكل اللحوم او الاكلات الدسمة عموما، اعتقادا ان ده بيساعد في عملية الهضم، ولكن الامر عكس كده. المشروبات الغازية بتشكل ضغط كبير على المعدة، وكمان بينتج عنها الاضطرابات دي ممكن تؤدي الى تقرحات في المعدة او تؤدي الى مشاكل لها علاقة بافرازات المعدة. سادسا النوم. يفضل ان احنا ما ننامش مباشرة بعد اكل اللحوم، وننتظر على الاقل ساعتين علشان تتم عملية الهضم، ونتجنب المشاكل الصحية اللي ممكن تحدث نتيجة النوم بعد الأكل مباشرة. سابعا الحلوى. يفضل ان احنا ما ناكلش حلويات بعد اكل اللحوم علشان نتجنب زيادة الوزن، وطبعا نكون حريصين على مضغ الطعام جيدا علشان ده بيساعد في عملية الهضم. وطبعا النهارده حاولنا نختصر بقدر الامكان علشان نجمع ما بين الطب والمطبخ، ونقدم لحضراتكم نصايح تتبعوها علشان تستفادوا بقدر الامكان من اكل لحوم العيد، وبالهنا والشفا، وكل عام وانتم بخير. وطبعا زي ما احنا متعودين لايك وسبسكرايب، ودمتم بخير.